3, 2, 1. تخيل يا أميجو لو رحت تشتري جمبري عشان تعمل أكلة سي فود محترمة، وفجأة تلاقي جمبرياية واحدة منهم طلعت لك إيدين شبه الملاكمين واديتك بوكس في وشك كسرت لك سنانك. الكلام ده يبان نكتة، بس في المحيط في نوع جمبري لو حطيته في حوض سمك إزاز هيضربه بوكس واحد يفرتك الإزاز 100 حتة ويطلع السمك كله بره. النهاردة مع الهستوريادور في البرية هنتكلم عن الكائن اللي سرعة ضربته بسرعة الرصاصة وبيشوف ألوان مش موجودة في قاموس البشر، المانتس شريمب أو جمبري المانتس. بس قبل ما تتروق بالبوكس الخارق ده انزل اعمل لايك متين واشترك في القناة لو لسه مش مشترك، ويلا بينا نشوف حكاية الكائن ده ايه. السلام عليكم اعزائي الاميجوس، طيب الله اوقاتكم بكل الخير اينما كنتم، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسلتكم الهستوريادور في البريه. اول ما تسمع اسم جمبري دماغك بتروح لطبق السي فود والليمون. انسى الكلام ده خالص يا اميجو، عشان صاحبنا النهارده ملوش علاقه بالجمبري اللي بنشتريه، ده وحش من عيله الكابوريا وشبه حشره فرس النبي، عشان كده مسمينه المانتس. هو صحيح لابس الوان طاووس ملعلع كده وزي الورد، بس ورا الشياكه دي في شخصية سفاح مقفل لعبة الملاكمة. وعشان ما تضيعش وقتك خليني اقول لك على الخمس حقائق اللي مفيش حد هيقولهم لك غير الهستوريادور، وهتعرف بعدهم ليه الكائن ده مرعب بجد. المانتس ده ملوش صحاب وعبارة عن جبل ما بيتهدش من المشاكل، بيقضي حياته كلها عايش في جحور بين الصخور ومستعد يقتل اي كائن يمر من قدام بيته حتى لو من نفس فصيلته. الكائن ده عايش بقانون اضرب الاول وبعدين اسأل، وما عندوش يوم مرحمين. جمبري المانتس ما بيصطادش بالصدفة، لانه صياد محترف من الدرجة الاولى، بيمشي يتسحب بالراحة وسط الصخور ويراقب الفريسة بتاعته بذكاء، وبياكل كائنات اقوى واكبر منه بكتير، ومفيش اي درع او قوقعة بتقف قدامه. فصيلة المانتس دي مقسومة نوعين حسب السلاح اللي في ايديهم. نوع عنده ايدين شبه السواطير الحادة بيقطع بيها الفريسة ويشرحها في ثواني، ونوع تاني بقى عنده شواكيش قوية جدا ودي اللي بيستخدمها كقفازات ملاكمة عشان يكسر بيها القواقع المقفلة. ودلوقتي معادنا مع اخر واغرب حقيقتين عن جمبري المانتس، بس كالعادة مش هقولهم لك غير لما تتأكد انك عملت اللايك المتين. عين المانتس دي هي اعقد عين لكائن حي على وجه الارض. احنا كبشر عندنا 3 حساسات للالوان في عيوننا، الاحمر والاخضر والازرق، وبنشوف منهم كل ميكسات الالوان اللي حوالينا. المانتس بقى عنده 16 حساس للالوان، يعني بيشوف الوان تانية خالص فوق البنفسجية وتحت الحمراء، والوان سحرية احنا كمخ بشري مستحيل نتخيل شكلها عامل ازاي. ده غير ان عينيه بتتحرك في كل اتجاه لوحدها وبشكل منفصل، يعني بيشوف 360 درجة ومفيش دبانة تقدر تعدي من وراه. المانتس لما بيجي يضرب الفريسة بإيديه بيضرب بسرعة جنونية بتوصل ل 80 كيلو متر في الساعة. دي سرعة أسرع من رصاصة مسدس. الضربة بتبقى سريعة وقوية جدا لدرجة إنها بتسخن المية اللي حواليها في أجزاء من الثانية وتوصلها لدرجة حرارة سطح الشمس، وبتعمل موجة ضغط مرعبة لدرجة إن لو الضربة فلتت وما لمستش السمكة موجة الضغط لوحدها بتموتها. الضربة دي شديدة لدرجة إن العلماء ممنوع يحطوا المانتس في أحواض إزاز عادية في المعامل، لأنه ببساطة ممكن بس يبص للإزاز ويضربه بوكس يطيره. الخلاصة يا أميجو، ربنا سبحانه وتعالى وضع سر قوته في كائن صغير وخلاه يمتلك أسلحة خارقة وعيون بتشوف تفاصيل الكوكب بدقة مفيش تكنولوجيا بشرية قدرت تقلدها لحد النهاردة. فسبحان من خلق فأبدع. وسؤالي ليكم أعزائي الأميجوس، المانتس شكله ملون وزي الورد من بره، بس جواه وحش وملاكم ما بيجيبش ورا ومقفل لعبة الملاكمة. مين بقى في شلتكم أو عيلتكم عامل فيها الكيوت الهادي الطيب اللي ملوش في المشاكل، بس وقت الجد بيتحول فجأة لتايسون ويفرتك اللي قدامه؟ منشنوه في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير المتين. كان معكم الهستوريادور، ونشوفكم الحلقة الجاية مع كائن جديد أغرب. نستودعكم الله.